إيه العلامات اللي ممكن نشوفها في بني آدم ونقول عليه ده إنسان ناضج؟ أكتر من نقطة. أولاً، نظرته للحياة بتختلف، بيكون متصالح مع فكرة وجود الخير والشر، مش رافض وجود الشر فبيتصرف بسذاجة أو عمال يتصدم ويتجرح علشان رافض يتعلم، ولا بينكر وجود الخير تماماً فقرر يكون ناشف وشديد مع الكل. إنك تتصالح مع وجود الفكرتين وتبدأ تهدى وتتعامل بحكمة. أكبر النضج كمان إنك تقلل العشم، بتفهم إنك مالكش حاجة عند حد، بتبدأ تكون خفيف على الناس، بتفهم إن العلاقات هشة جدا، وإن الإنسان يكون محظوظ لو في حياته حد أو اتنين كويسين محترمين بيحبهم ويحبوه، بيخف عليهم عشان ما يخسرهمش. النضج هو استيعابك إنك مهما كنت مظلوم أو ظروفك مش أفضل حاجة، إن محدش مهتم ومحدش فاضي ومحدش مسؤول عن إن حياتك تكون أحسن بكرة غيرك أنت. حتى لو اتأذيت من شخص سيء وكلنا متفقين معاك وبنطبطب عليك، أنت مسؤول عن حماية نفسك، مسؤول عن إيقاف الأذى لغاية هنا. ما ترميش مسؤوليتك كاملة على حد تاني، أنت اللي هتخسر مش هما. النضج هو إنك تفهم إن أغلب الأحداث السلبية أو الإيجابية اللي هتحصل لك هي مجرد مراحل، شوية وهتهدى، هتفكر بشكل موزون أكتر، هيجي عليك أيام مختلفة بعقلية مختلفة، وشعورك ده مش هيدوم للأبد. النضج هو إعطاء الأمور حجمها الطبيعي. النضج كمان بيخليك تلتمس عذر للناس أكتر، بتفهم إنك مليان عيوب ومشاكل، فتقبل فكرة إن غيرك عنده مشاكل هو كمان. ما هو محدش هيقدر أبدا يفهم مشاعرك وهو منفصل تماما عن مشاعره، وفهمك لمشاعرك واتصالك بيها هو من أكبر علامات النضج.